السلام عليكم. بغيت نخلي لكم فيديو على حساب المرشحين اللي كيتقيدوا جداد او اللي غادي يتسجلوا جداد اللي مقبلين على اجتياز الرخصه ديال السياقه. اي واحد يمكن له يدخل ويتسجل في المنصه ديال الرخصه ديال السياقه، ومن بعد حنا كنفعلوا له الحساب ديالو باش كيدخل وكيبقى ياخذ فكره على قانون ديال السير بجميع المراحل ديالو. خليكم معايا هنايا. بعد ما كتدخلوا للصفحه ديال جوجل كتجيو لهنا، اختي بشرى تساعدني هنا، غتبرك على جوجل هنا. ديجا هذه الباج ديالنا الا دخلتوا لجوجل درتو عطا ايكول باجو يعطيكم العنوان لوكاليزاسيون الموقع ديالنا على الخريطه ديال جوجل. مرحبا بكم، غتلقاو تما جميع المعلومات، اوقات ديال العمل ديالنا، رقم ديال الهاتف، المعلومات ديالنا كاع كلها. نمسح هنايا هادي غتبرك هنا، هادي بيرمينو نارسان غوف كما لاحظتوا permino.narsan.gov.ma. غتجيو لهنا تدخلوا البيانفوني على البلاتفورم. من بعد منها غادي تهبطوا شي شويه لهنا، غتهبط هذيك لتحت، غتلقى هنا كاين الفضاء المهني هذا اللي خاص بنا حنايا كمدربين كمسيرين ديال المؤسسه والمدير ديال المؤسسه. وهنا الفضاء ديال المرشح. هنا الا كنتي ديجا مسجل دير الولوج الى المنصه، مي الا كنتي عاد اول مره غادي تسجل حنا ديك الساعات كما قلت لكم من بعد ما غادي تلتحقوا بالمؤسسه، اما حنا غادي نساعدوكم باش غندخل لكم المعلومات ديالك كاع كلها، او بغيتي تسجل انت من عندك، حيت معظم دابا الكليان كيكون عنده ظروف ديال الخدمه او شي حاجه كيرسل لنا لاكارت ناسيونال وكنعطيوه يدخل هنا يسجل راسو. تسجيل كليكي هنايا. هنا باش كتنشأ الحساب ديالك على المنصه ديال بيرمينو كما قلنا غادي تجي لهنا دير الاسم ديال الدخول، الاسم ديالي باجو محمد، المرحله الثانيه اللي هي الاسم العائلي باجو، الاسم الشخصي محمد. هذا الاسم اللي غتكون تدخل به من بعد، انه من بعد ما غادي تنشأ الحساب ديالك مباشره توجد الحساب غتبقى دير غير الاسم الاول اللي درتيه. تقدر تختار اي اسم، ماشي ضروري دير باجو محمد. هنا كلمه ديال المرور، كتختار كلمه ديال المرور، ديال كلمه المرور هي اوتو ايكول ولا باجو. مزيان، هي نفسها كتولي تحاول تعاودها هنايا، كدير نفس كلمه المرور باش كتاكد التاكيد. هنايا رقم ديال البطاقه ديال التعريف، ديال رقم السي دي 12. رخصه السياقه واش اول مره ولا كانت عندك رخصه السياقه ديجا. الا كنتي غدوز الدراجه الناريه كتختار هنا شنو صنف، كنتي غدوز رخصه ديال الشاحنه او ديال الحافله او ديال الرموق المقطوره. هنا غادي غالبا اضافه ديال الصنف، هنا ما دير حتى شي صنف. حنا كنهضروا على مرشح، اول مرشح غادي يجي عاد يتقيد يدوز ديال السياره باش نسهلوا الامور شويه. الرقم الوطني لمؤسسه تعليم السياقه، الرقم الوطني ديال المؤسسه ديالنا كسياره التعليم باجو 55 85. وكل مؤسسه عندها الرقم ديالها، يعني خصك مول المؤسسه هو اللي كيعطيك الرقم ديال الرخصه ديالو او الرقم ديال التسجيل ديالو الوطني. ومن بعد كتكليكي هنا باش تدخل، وهنا كتقبل الشروط ديال الاستخدام. هنا الكود الا بغيتي تخليه ديما باش تبقى ديما تفتح ولا كل ما تدخل خصك تدخل الكود الا كان التليفون ديالك او الحاسوب ديالك. كان ماشي الحاسوب ديالك او التليفون ديالك كتحاول ما تخليش اورجستري باش كل مره انت اللي كتدخل الكود ديالك. مزيان، صافي هذه الطريقه باش غادي نسجلوا الحساب ديالنا. هنايا كنعطينا واحد الخطا حيت في الاول ما درناش هنا الرقم ديال البطاقه الوطنيه ما كانش بصيغه كبيره بماجيسكيل، كان مينيسكيل. اذا ولينا صلحناه وعاد من بعد حيت الا كان شي خطا في الكود ما غلطتي في الكود ما درتيش نفس الكود او غلطتي في الرقم ديال المؤسسه او شي حاجه غادي يعطيك بلي كاين واحد الخطا كتولي تصلحو. يلا هبط لتحت ونديرو هاد الحساب. هنايا درنا با انجستري، هنا مباشره كيعطيك هو واحد الميساج رساله اللي كتقول لك مرشح تم التسجيل بالنجاح يمكن الولوج بعد تفعيل من طرف المؤسسه. هنا كيجي الدور ديالنا بعد ما تسجلتي انت مباشره كتطلع عندنا في الحساب ديالنا حنايا اللي قلنا فضاء ديال المهني، وكنفعلوا لك الحساب ديالك باش كتولج للمنصه ويمكن لك تاخذ الدروس ديالك. بعد كتدخل بيرمينو نفس الطريقه، بيرمينو narsan.gov.ma. بيانفيني على البلاتفورم. دخل المنصه مباشره كتولي ترجع لهنا. نزيد هبط شويه
هنا قبيله كان الولوج للمنصه وكان التسجيل. قبيله درنا التسجيل حيت كانت اول مره، من بعد صافي كتولي كدير الولوج ديال المنصه وكتدخل ليها باش كيعطيوك داك الكود اللي دخلتي به المره الاولى. اذا هنايا كدير اسم الدخول اللي درناه في الاول باش جو محمد، الاسم اللي انت اختاريتيه، حيت الاسم الاول هذاك غير الاسم ديال الدخول ديالك صافي. من الاحسن دير الاسم ديالك باش ما تنساش، باش ما تغلطش فيه. اذا كلمات المرور من بعد ما فعلنا لك الحساب ديالك، حنا اللي كنعطيوك ديك كلمات المرور باش تدخل، ومن بعد صافي كتدخل عادي. نبقى ريجيستري. هنايا اول حاجه بعدا نختار اللغه، كاينه اللغه اللي هي العربيه او كنختار اللغه الفرنسيه. كما كتلاحظوا هنا الحساب رجع باللغه الفرنسيه. نيت كتاخذ لي سيبور دو كور، كتختار المحاور ديال كاع كلهم على هذا الشكل، برك على سيبور. هنايا كتختار لا روت او لي ريغل دو سيركيلاسيون لو كونديكتور، رجع لحساب اللغه على حساب الاختيار ديالك، اما تقدر تقراه باللغه الفرنسيه او باللغه العربيه. المحاور ديال التكوين كتكليكي عليها، من بعد هنا كيعطيوك المحاور ديال التكوين كاع كلهم اللي كيكونوا اللي عندهم علاقه بالطريق، قواعد ديال السير، السائق، المركبات، مخالفات والعقوبات، المبادئ الاوليه للسلامه الطرقيه. اذا بالنسبه للناس اللي كتقول شنو اللي التغييرات اللي كاينين، التغييرات اللي كاينين هما هاد جوج ديال المحاور، عرفت تلاحظوا هما المخالفات والعقوبات من قبل، حيت كانوا تغييرات كل مره كيكون تغييرات في العقوبات في المخالفات، الثمن ديالهم والدرجه ديالهم، الدرجه ديال المخالفه. دابا حاليا انهم كاينين وتابعين للقانون ديال السير او تابعين للمدونه ديال السير الجديده اللي كاينه، المبادئ الاوليه للسلامه الطرقيه اللي كنفتقدوها بزاف على الطريق. اذا هادو هما جوج المحاور اللي تزادوا فيهم بعض الاسئله، ولكن كما كنقولوا راه كيعطيك 40 سؤال، يعطيك جوج الاسئله من هذه وجوج الاسئله من هذه، ولكن انت باقي كاع كلهم راه كيركزوا لك على ملتقيات ديال الطرق، على العلامات، على العربه، فهمتي كيركزوك على كاع كلشي. يلا دوز. اذا كمبتدئ ادخل المحور الاول، ميمكنش تمشي تقرا كاع كلشي، غدوز بعدا المحور الاول اللي هو الطريق. اول حاجه خصك تاخذ فكره على العلامات وعلى النوعيه ديال الطريق اللي كتمشي فيها اللي غتستعملها. كليكيتي عليها. اذا هنايا كتدخل كتلقى المحاور الفرعيه كاع كلهم اللي عندها علاقه بالتشويه العمودي، العلامات ديال الخطر، علامات المنع، نهايه المنع، علامات الاجبار، جميع انواع العلامات اللي تقدر تصادفهم على الطريق. يلا دوز المحور الاول. اذا هنايا من الاحسن اي مرشح ما ينتقلش ويدوز يحفظ كاع كلشي، يحاول يدوز مرحله بمرحله باش يتمكن مزيان، باش يستوعب مزيان. ندخل المحور الاول اللي هو التشويه العمودي. هنا كتلقى قاعده عامه ديال التشويه العمودي، ان التشويه العمودي الدور ديالو فوقاش نقدر نلقاه، كي ندير نتعامل معاه، واش المنع ولا الاجبار. كما لاحظتوا هنايا الانواع ديال العلامات، النوع ديال العلامه اللي كيكون مثلث على شكل دائره، شكل مربع على شكل اسهم، او لافتات اللي كيرشدوك. زيد ربط، زيد وكيشرحوا لك اي علامه هي الانواع ديالها والشرح ديالها، شنو المعنى ديالها الصحيح. كما لاحظتوا فوقاش نقدر نستعملوهم، بحال دابا علامه ديال المثلث ديال اعطاء حق الاسبقيه، فين كتكون ان داك الشيء واضح مزيان، لا يخليكم تمكنوا مزيان من السير ديالكم على الطريق ومن السلامه ديالكم اللي كتهمنا هي الاولى. زيد علامه الاتجاه، اللوحات، اي حاجه اللي عندها علاقه بالعلامات الافقيه، التشويه الافقي. ندوزو عاوتاني المرحله الاخرى. هنا فاش كتساليو هاد المحور كدوز عاوتاني المحور الثاني، المحور الثالث، المحور الرابع، حتى كتكملوا كاع جميع الانواع ديال العلامات. نخرجوا اختي بشرى من هنا. ومن بعد فاش كتسالي هاد الشيء كاع كامل كتلقى الامتحان، كليكيو هنايا كتاخذ اختبار في هاد العلامات اللي انت قريتيهم. كما لاحظتوا هنايا هاد العلامه كتعلم على ممنوع المرور على الراجلين، ما كان كيتواجدوا به اطفال والمرض ديال الراجلين، اللي انت كتكون ديجا خديتي فكره كما قلنا على جميع المحاور. كما كتلاحظوا ان علامه ديال الخطا كتنبهني باللي كاين ممر ديال الراجلين. كتدير الجواب ديالك، كتختار الجواب ديالك وكدوز هنا باش كتفاليدي. يعني هذا النموذج ديال الامتحان اللي غتلقاوه ان شاء الله بالاداره او المكان ديال اجتياز ديال الرخصه ديال السياقه. هنا عاوتاني لاحظتي سؤال واحد اخر، ما غاديش يمشيو يسولك في المخالفات ولا شي حاجه، يسولك في نفس داكشي اللي قريتيه. الا باش قلت لكم حاولوا دوزوا على مراحل.
هنا عاوتاني علامات ديال خاص بالدراجات ممر خاص بالدراجات. اذا المسلك اللي على اليمين هو مسلك ديال الدراجات، مكان مخصص للتوقف، ممر خاص بالحافلات. اذا الجواب راه واضح، رقم واحد. اسئله اللي هي بسيطه، يعني خصك تاخذ فكره من الاول. هنا الدور ديال المنصه هو كيعطيك القاعده من الاول حتى التالي، وقاعده اللي كيلتزم بها جميع اي واحد، حيت كما قلنا راه ديجا شرحت في واحد الفيديو واحد اخر. الخطا اللي كان في الاسئله ديال الامتحان هو ان اي واحد يمكن له يجي ويشرح، ياخذ اسئله يحطهم. ما كاينش كما كنقولوا حنا شي مرجع اللي غادي يرجع له، شي قانون اللي غادي ياخذ منه المعلومه صحيحه. دوزو لاحظتوا علامه ديال الارشاد، عاوتاني هنايا علامه ديال النهايه ديال المنع. ابتداء من هذه العلامه يمكن لي نصوب 60 70 110. اذا كعلامه نهايه ديال المنع يمكن لي انا في طريق وطنيه غادي نمشي. هادشي اللي كاع كله غتلقاوه كما قلت لكم في الاول. رجعوا للاول ديال الصفحه. هذا الشرح اللي غنشرحك كتاخذ انت الفكره وكتزيد عاوتاني كتستعان بالمؤسسه باش كيزيد يعززوا داك المعلومات او يخليوك تمكن اكثر او يسهلوا عليك الطريقه. هذا هو الدور ديال المدرب هو انك يسهل لك الطريقه ديال الولوج باش تحكم اكثر وباش تفهم اكثر وباش تعرف تتعامل مع الاسئله، ويبسط لك الفكره ويلخص لك القاعده باش انت تكون كتجاوب مع جميع الاسئله اللي غيتحطوا لك. رجعوا للطريق كما درنا. المنصه ديال التعلم عن بعد ماشي بحال من قبل كيقول لك كليا راني حافظ ولا راني كنحفظ ولا. دابا هنايا كيتحسب لك الوقت. اذا اي مرشح دخل باش يحفظ حنا كيكون مراقب من طرف المؤسسه ديالو اللي هو مسجل فيها، ومراقب حتى من عند الوزاره واش راه دخل وخدا فكره وخدا معلومه على جميع القواعد، جميع ان اي محور دخلتي له كيتحسب لك الوقت اللي دخلتي له. هنا 4 ديال الدقائق ديال اللي الوقت اللي دخلنا لهذا المحور هذا وقرينا فيه وخدينا ديك الاسئله وديك المعلومات اللي فيه. هنا كما لاحظتوا ان المحاور الاخرى اللي مازال ما دخلنا لهمش هما مازال فيهم 0 0 هنا 0 كاع كلهم حيت مازال ما دخلنا لهم. اذا اي محور دخلتي له راه انت كيتحسب لك الوقت وكتشوفوا. حنا عاوتاني كذلك فاش كندخلوا الفضاء ديال المهني ديالنا عاوتاني كنشوفوا داك الوقت اللي انت دخلتي وقريتي فيه، وكنعرفوا الاخطاء اللي عندك، كنعرفوا شحال ديال الاسئله اللي جبتيهم صحاح شحال الاسئله اللي جبتيهم غالطين، باش كما قلنا كنبقاو متواصلين معاك على داكشي هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساوش تتابعوا الباج وتابوناو، مازال غادي نخلي لكم فيديوهات على الاسئله كاع كلهم اللي غيكونوا ان شاء الله. هذاك الفيديو الاول اي مرشح عاد بغى يتسجل يمكن لك تسجل راسك او حنا ديك الساعات نتكلفوا نسجلوك ونتفاعلوا معاك ونتمكنوا ان شاء الله هاد القواعد ديال